appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. ويعني سنوات كاين اللي مزوج 15 سنه 20 سنه وما عمره ما تطرح هذه المساله ديال زواج مغربيات بالاجانب السود. حنا تربينا انه ما كاينش مشكل واحد يكون اسود البشره ولا كما كان اللون ديالو، لا فرق بين عربي وعجمي الا بتقوى. دونك السلام الخوت، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندوي على واحد الموضوع اللي تيردش عاوتاني هاد اليومين هادي ديال الزواج المغربيات بالافارقه. فكاينه واحد الحمله دابا حاليا ديال خوفا كما قالوا على الهويه، مغاربه كتلقوا واحد الحمله لترحيل يعني المهاجرين الافارقه. فكما قالوا هنا في هذا المقال هذا، انتشرت على شبكه التواصل الاجتماعي حمله واسعه اطلقها نشطاء مغاربه تستهدف المهاجرين الافارقه بالمغرب، تطالب بترحيلهم وعدم الزواج منهم، واعتذارك في ظل تصاعد الخوف على الهويه، كما عبرت عن ذلك العديد من المنشورات المتداوله. مزيان. وانتشر هاشتاغ مغاربه ضد توطين افارقه جنوب الصحراء في المغرب، طالب عبر مجموعه من النشطاء المغربيات بعدم الزواج بالرجال الافارقه من المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى. بيتكم الله يجزيكم بخير. تختموا عقلكم في هذا الفيديو هادي باش تعرفوا من هنا لقدام شنو كاين، داعين الى عدم تجنيسهم او منحهم اوراق الاقامه في ظل التزايد الملفت لاعداد المهاجرين واللاجئين القادمين من الجنوب. يعني احنا اصلا في المغرب حنا اصلا كنعانيو من البطاله، كنعانيو من شحال من حاجه، غتزيد عاوتاني تجنس وتعطي اوراق الاقامه للافارقه. فحاليا المهاجرين الافارقه ما بقاوش باغيين لوروب، راه ولاو الاغلبيه ديالهم لو كيوصل للمغرب كيستقر هنايا. انا اصلا عندنا مشكل كما قلنا ديال البطاله، عندنا مشكل ديال شحال من حاجه. انا غادي نسمع لواحد السيده افريقيه، هما اللي عنصريين. نشوف واحد السيده افريقيه اش كتقول، واحد الكلام اللي هو قالت لك تطير وغزو دول شمال افريقيا. هما بغاو اننا كدول كشمال افريقيا نوليو سود كاملين، نرجعوا يعني هما يحيدوا لنا ديك الثقافه اللي عندنا حنايا، يحيدوها. غادي نشوفوا هاد الفيديو هادي ونسمعوا. بطبيعه الحال هاد السيده هادي ما كتعبرش على الراي جميع الافارقه، كل واحد الراي ديالو. نسمعوا ليها. La dignité et le courage, nous sommes allés à l'ambassade du Maroc pour donner un avertissement à tout le Maghreb. تحذير كتهدد الشعوب المغاربيه. Et ici, nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. يعني شوفوا هاد العقليه عندها، راه هادشي راه خطير والله الا خطير. غادي نشوفوا واحد الفيديو ديال واحد المهاجر افريقي اللي قال لك كيعاني من هاد المساله هادي، زواج المغربيات. هو دابا بغا واقيلا بغا يتزوجها مغربيه ولا ما نعرف. غادي نسمعوا الفيديو نشوف. في مواقع التواصل الاجتماعي واحد الموضوع اللي نعتبره فيه العنصريه، وعنصريه ضد الاجانب، الافارقه الاجانب بصفه عامه، اللي كيرفضوا انه يزوجوا المغربيات للاجانب الافارقه. هذا الموضوع اللي احنا كنعتبروه داخل علينا ومستجد، ومع العلم انه كنعرفوا مغربيات مزوجين بالافارقه من مده طويله، بالذات اصحاب البشره السوداء، وما عندهمش مشكل، وعندهم ولادهم مغاربه وكيهضروا بالعربيه ومندمجين، ويعني سنوات كاين اللي مزوج 15 سنه 20 سنه وما عمره ما تطرح هذه المساله ديال زواج مغربيات بالاجانب السود. بالنسبه لهذه العنصريه، هذه التفرقه والعنصريه فهي مطرحات علينا احنا. كاين اللي كياخذها كعنصريه وكاين اللي ما كياخذهاش كعنصريه. كاين المغاربه ناس خايفين من الهويه المغربيه تمشي من بعد. هادشي اللي كاين، ماشي كعنصريه. انا لسنا مع العنصريه، نحن ضد العنصريه، ولكن عاوتاني كتخاف على الهويه المغربيه ديك من هنا ما نعرف، من هنا 30 عام اللي جايه 50 عام اللي جايه. كجمعيه من 2015 2016 بعض الموبلات كيلقاو عليهم ممنوع تكريو الافارقه، وكأن الافارقه هم بشر من نوع درجه ثانيه او ثالثه. ولكن باش تطور
انه لدرجه يمنعوا او يدافعوا على منع الزواج او يحرضوا على عدم الزواج المختلط من السود، فهذه جريمه خصو يعاقب عليها القانون وكل من يدعو اليها. J'ai été très surpris ce matin quand j'ai appris qu'il y a un mouvement au Maroc, bizarrement, qui est contre le mariage des Marocains ou Marocaines à des étrangers ou étrangers noirs. Donc il connaît le Maroc, il connaît donc son attachement, il connaît donc l'attachement de son roi, du roi Mohamed VI, Hafizahullah. Donc, et le travail excellent qu'il est en train de faire au niveau donc, de l'Afrique, et particulièrement donc, en tant que Sénégalais, vu les relations multiséculaires que nous avons avec le Maroc, quand nous entendons donc ce genre de débat-là, ça nous fait peur. Voilà. Après tout, nous sommes, au-delà de ça, c'est un pays musulman, et en tant que musulmans et croyants, au-delà de ça, Allah subhanahu wa ta'ala même nous interdit ça, parce que personne n'est meilleur que l'autre. Innama akramakum indallahi ataqakum. La meilleure personne qui est la meilleure créature qui est mise auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une question donc de peau. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Suratul An-Nisa, je pense, Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Donc si on voit même le sens de ce verset-là, ça va même à l'encontre par rapport maintenant à cette idéologie de ce genre de mouvement. Donc c'est du racisme pur et dur. C'est ce qu'on a remarqué maintenant qui est en train de se développer un peu partout donc dans certaines parties du monde, qu'il faudrait donc combattre. Nous sommes contre cela. Nous sommes pour le mariage mixte et qui est tout ce qui va au-delà de ça. ما عرفناش الجهه اللي ورا هاد الحركه العنصريه، ولكن نطالبوا من النيابه العامه انها تحارب هذه الظاهره، كما احنا بدورنا كجمع فاعلين مدنيين وحقوقيين انه نحاربوها بموائد مستديره، بدورات تكوينيه تحسيسيه من اجل الاندماج والتعايش ديال هاد الاجانب، ونوصلوا واحد بالتربيه والثقافه انه لا اختلاف ما بين اسود وابيض الا بالتقوى. هذه من جهه. الجانب الاخر، هاد الناس اللي كيدعوا لهذه المساله كنظن انهم عمرهم ما خرجوا على المغرب. لو خرجوا على المغرب راه عندنا اكثر من 3 المليون مغربي كيعيشوا في اوروبا وفي امريكا وفي قارات اخرين، انهم عندهم هذاك الزواج المختلط. علاش ما كنرفضوش؟ علاش كنقولوا مزيان مغربي يتزوج بكنديه؟ علاش ما كنقولوش العكس؟ واش حنا غنقبلوا كندا يقول لك علاش المغاربه يتزوجوا هنا ولا يعيشوا معنا؟ لا. هذا خطوة على الفيديو اخر داروا هاد الحمله اللي كترفض ضد هاد الحمله هادي اللي كترفض الزواج المغربي ضد الافارقه. هكذا تواجه مغربيه يعني هاد المسائل هادي. فكما قلت لكم خدموا عقلكم شي شويه والرسائل اللي كيوصلها. حنا غادي نشوفوا هاد المثال، هذا مثال جميل بطبيعه الحال. هاجر أيتعسو، سن 32 سنة، متزوجة وعندي 2 بنيتات، سيرة شادية ومريم يامنة، عداء دولية سابقة، وحاليا كنشتغل بالدومين ديال سونتر دابيل وشو ماترنيتي اكتوالمون. Je m'appelle Souleymane Guédiou, je suis de nationalité sénégalaise, j'ai 35 ans. Je me suis marié à Hajar, ça fait maintenant bientôt 5 ans. Et on a eu 2 merveilleuses filles. La toute première, c'est là, elle a commencé l'école, actuellement elle est à l'école. Et là, c'est la deuxième, Myriam, qui est avec moi, qui assiste aujourd'hui à cette interview. Alors انا وسليمان كنا خدامين انصومبل في الاول في امازون في 2013. كنا اون بلوس ساكنين حدا بعضياتنا في الرباط، يعني كنا عندنا دي فوازان او دي كوليك او ميم طون. 3 سنين وحنا كنخدموا مع بعضياتنا، ما بيناتنا حتى شي كونتاكت، السلام عليكم عادي بحال جميع الناس. ولكن كان كان ديك لاتيرونس واحد شويه بيناتنا. من مورا 3 سنين دازت عادش هضرت انا وياه، وجاني نيشان قال لي هاجر انا باغي نتزوج. سليمان بعدا معروف عليه انه من اطيب الناس، ما عنده مشاكل مع حتى شي واحد، معروف عليه السمعه الطيبه والتربيه الحسنه كيف ما تنقولوا حنا في المغرب. وبحكم الخدمه ديالنا انصامبل دونك عاشرتو عرفتو كيفاش داير، فملي تقدم لي الزواج في الصفات اللي كنتمناهم الحمد لله. J'aime tout à elle. Ça dit j'aime tout. Ça dit quand tu aimes la personne, c'est pas que tu aimes ça, tu laisses autre.
tu aimes tout. Et même les limites que cette personne a, il faut être obligé de l'aimer pour vivre ensemble avec elle. احنا تربينا انه ما كاينش مشكل واحد يكون اسود البشره ولا كيما كان اللون ديالو، لا فرق بين عربي وعجمي الا بتقوى. دونك الحمد لله ما كانش اعتراض. الوالد ديالي كان عنده واحد التخوف شي شويه ملي كنت مره بغيت نتزوج، قال لي ولا مشى سليمان السنغال شنو غادي ديري؟ قلت له غادي نمشي معاه بطبيعه الحال، فانا غنتبع زوجي ديالي في المكان، مي دابور شوفوا هضر معاه وشوف شنو في راسو كيف ما تنقولوا، وديك الساعه تقرر والحمد لله ما كانش مشكل. Comme j'expliquais au début, ma famille n'était pas contre, mais il y avait ma mère qui était surprise au tout début parce qu'elle voulait connaître la personne. Parce que normalement, quand tu dois te marier avec une personne, il faut que les familles puissent se réunir et discuter et savoir et se faire connaissance. Mais ils n'étaient pas contre. Juste ma mère était surprise, mais après j'ai fait tout en sorte pour qu'ils puissent se connaître. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. C'était pas un choix à la base. Quand je suis venu au Sénégal, je ne connaissais pas ma destinée. Je ne savais même pas que j'allais me marier avec une femme marocaine. Mais ce qui était sûr et certain, c'est que je voulais me marier avec une femme musulmane pour toujours préserver en fait, ma religion et surtout pour mes enfants. سليمان كيفهم العربيه 100%، راه حتى واحد ما يديرها به، تيفهم العربيه مزيان، الدارجه المغربيه مزيان، كيهضر بها واحد شويه مي ماشي بزاف، المهم كيهضر بها واحد شويه واخا هكذا، مي كيفهمها، راه تقولي لي اي كلمه يفهمها. بنتي الكبيره سيلا عندها دابا 3 سنين ونص، اللغه اللي كنهضر معاها في الاول فاش زادت انا كنهضر معاها بالعربيه، هو كيهضر معاها بالفرنسيه، وكانت معايا عبوستي ديك الساعات شادها ليا كتهضر معاها بلولو في لغتهم. دونك بنتي دابا سيلا كتهضر العربيه الفرنسي وشويه السنغاليه ديالهم. لا انا مع عبوستي الحمد لله الامور بخير، جات لعندي وبنتي سيلا عندها 5 ايام فاش زادت. دونك جات من السنغال، اول حاجه دارتها فاش جات عندي للدار هي لقد ليه صايبت لي انا الفطور، كنت باقا ناعسه وشدات حوايجها كتغسلهم بيديها. دونك من الاول انا وياها العلاقه دازت مزيان. المهم خوت بلا ما نكمل هاد الفيديو هذيك غادي نمشيو لواحد المقال هنايا كتلاحظوا اسبريس في 2013 الزواج الافريقي المغربي. هاد السيد هذا صحفي وقيله من غينيا، انا كيشرح المساله ديال الزواج هو الحسن الحصين طا. الزواج الافريقي المغربي هو الزواج المؤلف بين افريقيا ومغربيه ان يكون احد الطرف افريقي الجنسيه. هنا في 2013 واحد الدراسه كشفتها الجمعيه المغربيه لدراسه الابحاث حول الهجره ان 23% من المغاربه ما كيقبلوا الزواج بالافارقه، هادشي في 2013، بينما رفضت الغالبيه ذلك، ويرفض الرجال بنسبه 55% والنساء بالنسبه ديال 64% ارتباط بالافارقه. هذا موقع اسبريس اللي داروا في 2013. فهنا كان السؤال قال لك علاش كيختاروا المغربيه؟ ما السر الذي جعل الافارقه يتهافتون الى المغربيات؟ ولما ترضى المراه المغربيه بتقسيم الحياه مع شريك بواحد الثقافه اللي تشبه بواحد الثقافه مختلفه؟ واش هو الخوف من وليات الفقر او من جحيم العنوسه وذهاب ربيع الحياه وقوتها؟ ما الذي يميز المغربيه عن الافريقيه؟ هنا غادي يجاوب. من الجدير بالذكر ان الرجل الاسود مغرم بالمراه البيضاء ومفتن بها، غريبه كانت غربيه او كانت او عربيه. فجزء سكان الافارقه ان لم يكن الكل، هذا راه غيني اللي كيقول هاد الهضره هذه غيني جنسيه، يحلمون بالتأهل بالمرأة البيضاء. فالمرأة البيضاء في نظر الأفارقة ذرة يتيمة يتنافس إليها المتنافسون. فالرجل الأسود يشعر بالفخر والمكانة، يعني كيتباهى باش كيتزوجها بالمرأة العربية كيتباهى بها، علما بأن نظرة المرأة قد لا ترقى لهذا المستوى، قد يكون العكس بالنسبة للمرأة، وإنما تظل حبيسة بين جدران العنصرية واللونية. مزيان. وهنا لابد من الإشارة أن الزواج الإفريقي المغربي يختلف كليا عن الزواج الإفريقي الغربي. عاوتاني كاين واحد الاختلاف اللي هو كبير، لأن الدافع وراء هذا هو الطمع في تحقيق أغراض ومصالح شخصية من الإغراءات التي لا تستحضر الود الذي هو قوام الزواج. يعني في الآخر تيكون مصلحة ديالهم. علاش؟ باش أنه يحصل على إقامة ويحصل على جنسية ويستقر وتكون المعيشة ديالو أحسن من هنا. بالنسبة لهم المغرب راه كتبقى هي جنة كما قال، مثل الحصول على الإقامة والجنسية والأوضاع الاجتماعية الراقية. فبعد انتهاء النزوة باش يقضي غرضه كيتزوج، أو الغرض الذي من أجل ربط الزواج كيتقطع الحبل. وهذا ما جعلت الدول الغربية
تشد الخناق الى بعد الحدود. يعني هذا المشكل هذا كاين اصلا من شحال هذه من الدول الغربيه وزيرات في هذه المساله هذه. هنا كيسول قال لك اتصلت ببعض الذين خاضوا هذه التجربة الإنسانية الوعرة من جنسيات شتى مستفسرا عن السر المكنون الذي جعلهم يتخذون المغربية شريكة الحياة. علاش؟ سولهم. قال لك أول حاجة الجمال، وهذا هو بيت القصيد. قال لك هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع إخواننا الأفارقة، كيدوي على الأفارقة هو غيني، للزواج بالمغربيات، ولا عار في ذلك شرع وعادة بطبيعة الحال، ما كاين حتى شي عيب. فالمرأة قال لك المغربية فاتنة وساحرة متخصصة في لغة العيون. يعني في النظرة الأولى كتعرف شنو كاين. وهنا ملي غادي نكملو هاد المسألة هادي كتشوف العنصرية بيناتهم، هما بريوسهم أفارقة تيكون عنصرية بيناتهم. قال لك وأما الإفريقية فقد حرمت من نعمة الجمال والبهجة، فلا الوجه وضاح ولا الثغر بسام ولا الأنف أقنى ولا الشعر طويل، هذا باستثناء بعض قبائل المعروفة بالحسن والجمال. يعني غير بيناتهم كاينة عنصرية. عندها قال لك المغربية الطاعة العامية والخضوع التام للزوج. إن نجاح المرأة مرهون في طاعة زوجها وخاصة عند الحاجة، والمغربية متفننة في لغة العيون. يعني غير كتشوف العين ديال الزوج كتعرف شنو بغا، كاينة مرحبا ماشي مشكل. عاوتاني قال لك أو تيدير عاوتاني مقارنة بإفريقيا. وأما الإفريقية وإن كانت مثقفة واخا تكون قارية ما غاديش تفهم الزوج ديالها، ما كتفهمش. شي جار دائم قال لك وضرب مبرح في كل ليله وضحاها، اشد بروده قال لك من الثلج، هذا باستثناء بعض الدول قال لك بحال السنغال غانا ونيجيريا. هادو قال لك كيكونوا الافريقيات شويه كيعرفوا كيفاش يتعامل مع الازواج ديالهم. اشعار الزوج بالموده هذا كاين عند المغربيات. وقال لك وان كانت الافريقيه جارح العشق والهوى فانها لن تعبر عن ذلك مهما جرى بها الزمن. ومن المضحك جدا ان الزوجه تتنازع مع زوجها كالغربيين، فهي في الامان والزوج في الوراء كالضابط. يعني شوف انت العنصريه بيناتهم. فهذا المشكل هذا الله يجزيكم بخير وعلاش نطولوا فيه. كتبوا لنا في لي كومونتير سواء في الفيسبوك او لا في اليوتيوب او لا في تيك توك، كتبوا لنا شنو هو يعني الراي ديالكم في هذا الموضوع هذا. واش نتوما مع الزواج ديال المغربيات بالافارقه او لا ضد؟ وما تنساوش كيف العاده ديروا لنا جيم وكومونتير خفيف وبارطاجيو لينا الفيديو. شكرا لكم بزاف، طلعوا لي فراسكم، الله يعاون حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.